يا مساء الفل. هو انا ممكن اعمل فراخ مشوية بدون فرن على البوتاجاز من فوق بدون فحم ولا دخان وتطلع بنفس نتيجة الفراخ المشوية اللي احنا بنجيبها من عند الحاتي او بنعملها في البيت بفحم وكده؟ طب جربي بقى الطريقة دي وهقولك على طريقة خطيرة. لو عملتيها مرة اوعدك ان انت هتعتمديها دايما. انا عامة بعمل الطريقة دي من زمان، عملتها معاكم قبل كده وكل اللي جربها الحمد لله عجبته قوي. لو اول مره تشوفيني حط لايك للفيديو ويلا بينا على الطريقه على طول. عندي فرخه هنا حوالي 2 كيلو. وملحوظه مهمه جدا لاي فراخ هتشويها في العموم، يعني الفراخ اللي انت تشتغلي فيها ما تكونش طازه، لازم تكون جمدتيها على الاقل ليله كده في الفريزر عشان بيطلع معاكي اللحم بتاعها دايب. جبت الفرخه بتاعتي لسه ما غسلتهاش، ما عملتش فيها اي حاجه، وبعدين قصيتها من عند الصدر كده وشلت الحته اللي في المؤخره وفتحت الفرخه فراشه زي ما انت شفتي، ضغطت عليها بس على العظم بتاعها كده عشان اتاكد ان هي فتحت معايا كويس. طبعا غسلت الفراخ بليمون وملح في الميه ومحلول النقع اللي احنا عملناه مع بعض كذا مره، وسبت الفراخ تتصفى، وده ضروري جدا. نعمل بقى التتبيله الخطيره اللي انا ما بغيرهاش من سنين لانها بتديكي طعم مميز جدا للفراخ. عندي هنا بصله كبيره مقطعاها مربعات. عندي كمان طماطميتين حجم متوسط او طماطميه كبيره برضو مقطعاها. كام فص كده من فصوص الثوم. وحطيت عندي كوبايه كبيره مليانه من الميه وهقولك ليه هحتاجها بعد كده. عندي كمان 3 ورقات كده من ورق اللورة، شويه صغيرين من الصويا صوص، وعندي كمان عصير ليمونه متوسطه الحجم، وهحط كمان معلقتين كبار من الخل. مبدئيا كده اي حاجه انا هحطها المكونات كامله هسيبها لك ان شاء الله تحت الفيديو. تمام كده، بعد ما حطيت الخل بتاعي ابتدي بقى ابهر التتبيله بتاعتي. حطيت شويه من الملح ولو احتجت بعد كده هزود. حطيت كمان شويه كده من الزعتر، شويه من الروزماري، شويه من بهارات الفراخ او السبع بهارات، مفيش مشكله. وحطيت كمان شويه صغيرين كده من الفلفل الاسود، ربع معلقه من القرفه، نص معلقه من البابريكا. وبعدين هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. عايزه انعمه، يعني مش عايزه اشوف بقى قطع من البصل او الطماطم، عايزاه يكون خليط ناعم كده زي ما انت شايفه. طبعا دقت التتبيله بتاعتي قبل ما ابتدي اصفيها، ولو احتاجت شويه ملح بظبط الملح في المرحله دي. جبت البوله بتاعتي اللي هتبل فيها الفراخ، وجبت المصفى بتاعتي وهبتدي اصفي الخليط ده كويس جدا. انا عايزه السوائل بس، مش عايزه الشوائب اللي بتبقى موجوده في قلب التتبيله. بالمناسبه الشوائب دي انا مش برميها، بحطها في كيس عندي في الفريزر. تحطيها بقى على خلطه الكفته، تحطيها على خلطه الحواوشي، تحطيها في محلول نقع الفراخ لما بنيجي ننقع الفراخ كده شويه قبل ما نغسلها، زي ما انت عايزه. المهم ان انت ما ترميهاش. اتبقت عندي بقى الميه بتاعه خلاصه التتبيله اللي انا عملتها معاكم، وطبعا احنا مظبطين الملح بتاعها قبل ما نضيف الفراخ. باكد على الملحوظه دي لان هو الطعم كله في قلب التتبيله. كانت الفرخه عندي اتصفت كويس جدا، ابتديت احطها بقى في قلب التتبيله، وزي ما انت شايفه كده لازم اتاكد ان التتبيله واصله لكل جزء من الفرخه. نيجي بقى لوقت التتبيل، ده بيرجع لك انت على حسب ما انت عايزه. ممكن تسيبيها في التتبيله ساعه، 2 3 4. انا عن نفسي مادام تعبت في التتبيله، والتتبيله دي عشان هي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، بسيبها من بالليل لتاني يوم. يعني هنا انا كنت عاملاها بالليل وسبتها لمده 12 ساعه كده. مش قادره اقولك بقى ان الفرخه بتكون شاربه من التتبيله، والتتبيله واصله لحد اللحم جوه، وبتكون ريحتها مفحفحه كده حتى من قبل ما تستوي على النار. طبعا حطيت الفرخه بتاعتي في قلب مصفى، ودي ملحوظه مهمه جدا، لازم تسيبي الفرخه تتصفى تماما. انا عايزه الفرخه تكون ناشفه لما اجي احطها على النار، لسببين هقولك عليهم دلوقتي. جبت بقى الطاسه بتاعتي او الجريل بتاعي، اهم حاجه ان هي ما تكونش بتلزق، عشان الموضوع ده مهم جدا عشان الفرخه ما تلاقيهاش اتقطعت منك على النار. جبت انا طاسه تيفال، حطيت فيها شويه صغيرين من الزيت، مش عايزه كميه كبيره لان انا مش هقليها، انا عايزاها بس حاجه تساعدني ان هي الفرخه ما تتحرقش وتاخد كمان لون كويس قوي، لان انا مش هدخلها الفرن. سخنت الطاسه كويس جدا وعملت الحركه دي لما اتاكدت ان الفرخه عندي ناشفه، يعني ما فيهاش تتبيله، كل ميه التتبيله اللي كانت موجوده في الفرخه نزلت. ليه انا كنت قلتلك الموضوع ده مهم جدا؟ لسببين: اول حاجه عشان الفرخه ما ترطش عليكي اثناء ما انت بتشويها على البوتاجاز، تاني حاجه انا مش عايزه الفرخه تنزل ميتها في قلب الجريل او الطاسه فتلاقيها اتحولت معاكي لفراخ مسلوقه، انا عايزاها ناشفه عشان تاخد الصدمه اللي انت شايفاها دي. طبعا انا حطيتها الاول ناحيه الجلد، واتاكدت ان كل جزء في الفرخه لامس الطاسه عشان
تاخد لون حلو على قد ما تقدري، يعني يكون ملامس للفرخة كاملة. هي بتاخد حوالي 10 دقايق. بعدين قلبتها على الناحية التانية. على فكرة درجة الحرارة متوسطة، ولا هي عالية قوي ولا هي واطية. بس ساعة ما حطيت الفرخة عندي كانت الطاسة سخنة جدا. بعد ما اتأكدت ان الفرخة عندي خدت لون من الجنبين كويس قوي، ابتدي بقى اسوي الفرخة بتاعتي. جبت مية التتبيلة اللي انا قلتلك محتاجين نصفيها عشان هنحتاجها بعد كده. حطيت نص مية التتبيلة بس، مش عايزة اغمر الفرخة كاملة بمية التتبيل، ولو ان انا بحتاج الكمية كاملة، بس في البداية بحط نص مية التتبيلة بس. زي ما انت شايفة كده، اول لما اتأكدت ان التتبيلة ابتدت تغلي على النار، هوطي بقى درجة الحرارة واغطي الجريل او الطاسة بتاعتي، وهسيب الفرخة على الناحية دي 10 دقايق. كل 10 دقايق بقلب الفرخة على الناحية التانية عشان اوزع الحرارة، الفرخة تستوي من فوق وتحت في نفس الوقت. وعايزة اقولك على حاجة، مدة التسوية بترجع لحجم الفرخة بتاعتك. الفرخة بتاعتي كانت حوالي 2 كيلو، 2 كيلو الا حاجات بسيطة، فهي بعد 25 دقيقة كانت استوت. وانا سبتها 5 دقايق كمان لان انا بحب الفراخ دايبة. المهم بعد حوالي 15 دقيقة زي ما انت شفت كده، حطيت باقي كمية التتبيلة، وطبعا كنت قلبت الفرخة على الناحية التانية. هو في العموم كل 10 دقايق لازم تفتحي على الفرخة كده وتقلبيها على الناحية التانية عشان تاخد لون موحد. كمان التتبيلة لما بتبتدي تتبخر وتشرب الفرخة منها وتتركز كده، هتلاقي الفرخة كمان خدت لون غير اللون اللي احنا اديناه لها في الاول. مش قادرة اقولك الفرخة ريحتها عاملة ازاي، ريحتها كانت قلب الدنيا حرفيا. طبعا قبل ما بطفي عليها لازم بختبرها زي ما انت شفتي باي خلة كده في قلب الصدر بتاع الفرخة، لان الصدر بياخد تسوية اكتر من اي جزء تاني من الفرخة. بعد ما اتأكدت ان الفرخة استوت عندي كويس جدا، رفعتها من على النار. في المرحلة دي بقى بفرشة عندي كده، وببتدي ادهن الفرخة من باقي الصوص الموجود في قلب الطاسة اللي هو بيكون ريحته وطعمه خطير ده. ولو حابة الفراخ بريحة الفحم، هتولعي فحمة وتحطيها في قلب الطاسة شوية صغيرين من الزيت في قلب فويل كده، وتغطي الفرخة كويس جدا وتسيبها 10 دقايق تاخد ريحة الفحم. ولو محدش شافك يعني وانت بتعملي الفرخة وعملتيها بالطريقة دي وعملت لها فحمة، مستحيل حد يعرف ان انت عملتيها على البوتاجاز اصلا. طبعا زي ما انتم شايفين الفرخة سليمة، ما قطعتش معايا ولا اتبهدلت، والفرخة كبيرة حتى الصدر كبير. انا مرضتش اقطع الفرخة تاني عشان اوريكم ان هي بتستوي وبتبقى زي الفل. قطعت معاكم الفرخة حتة حتة عشان اوريكم ان الفرخة دايبة من جوه، ريحتها حلوة ونضيفة جدا، ما فيهاش دم، ما فيهاش حتت زرقاء. جربي تعملي الطريقة دي على ضمانتي بكل التركات اللي انا قلتلك عليها. انا واثقة ان هي باذن الله هتعجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.